لو انت من محبي بلوي زينا اكيد عارف ان المسلسل ده مليان تفاصيل ذكيه كتير بتعدي علينا من غير ما ناخد بالنا. النهارده احنا هنتكلم عن شويه حاجات مخفيه وتفاصيل صغيره لقيناها في بلوي واللي بتخلي المسلسل ده مميز جدا. زي ما احنا عارفين حتى الشخصيات الثانويه في بلوي مثيره للاهتمام، ولحد دلوقتي اكتشفنا تفاصيل كتير عن الشخصيات اللي في الخلفيه. والنهارده هنتكلم عن شويه تفاصيل مثيره عن الست بتاعه الايس كريم. لو كنت مركز كويس هتعرف ان بلوي وبينجو دايما بيشتروا ايس كريم من الست دي، وطول الحلقات شفنا الست بتاعت الايس كريم وهي بتكبر شغلها. ومش غريب ان اول مره شفناها كانت في حلقه الايس كريم، وساعتها كانت بتبيع الايس كريم من عربه صغيره. وبعد كده شفناها بتبيع الايس كريم في السوق في حلقه لعبه الهدوء، واخيرا لما شفناها في حلقه الهمال كانت بقت صاحبه عربيه ايس كريم. دي حاجه بسيطه بس فعلا تفصيلة جامدة. وزي ما احنا عارفين ان جان لوك بيتكلم فرنسي، الحلقة اللي بلوى قابلت فيها جان لوك فعلا ما تتنسيش. ومن اكتر الحاجات اللي بتلفت النظر هي انهم رغم انهم بيتكلموا لغات مختلفة الا انهم قدروا يلعبوا مع بعض ويكونوا صداقة جميلة. بس كنت تعرف ان لو اتفرجت على حلقة التخييم بالفرنساوي جان لوك هيتكلم انجليزي؟ ايوه، في النسخة الفرنسية من المسلسل اللغة بتتبدل، بلوي بيتكلم فرنساوي وجان لوك بيتكلم انجليزي. ده جامد قوي مش كده؟ زي ما احنا عارفين في بلوي كل شخصية في الخلفية ليها دور، مش بيظهروهم كده وخلاص، هم بيشاركوا بشكل مباشر او غير مباشر في الحلقات، وده اللي بيخلي بلوي ممتع قوي في المشاهدة. مثلا في حلقة السوق بنقابل حصانين باتر ميلك وبسكتس، ودي مش الحلقة الوحيدة اللي بنشوف فيها الاتنين دول، لان في حلقة مرر الطرد بنشوفهم تاني، بس المرة دي ما شفناش بسكيت. وكمان في حلقة مغامرة الكاري بنشوفهم تاني، والمرة دي بنشوف باتر ميلك وبسكتس الاتنين مع بعض. شكله كده كل ما يكون في حدث أو مهرجان بيظهروا. من مجرد النظر بنلاحظ إنه بلوى شبه باندت بالظبط وبنجو شبه تشيلي. بس تعرف إن في حاجة مشتركة بين بنجو وباندت وبلوي وتشيلي؟ في آخر جزء من حلقة بوبي لبي لما عائلة هيلر بيتفرجوا على الألعاب النارية نقدر نلاحظ ان كل واحد في العيلة عنده بقعة على ظهره. بس الجزء المثير هو انه بقعة بانجو زي بقعة باندت وبقعة بلوى زي بقعة تشيلي مثير للاهتمام، مش كده؟ واحد من اكتر الاسئلة اللي بتتسأل عن بلوى هو هل في انواع تانية من الحيوانات موجودة ولا لا؟ ولحد دلوقتي احنا شفنا بس عصافير وسحالي. وفي الفيديو اللي فات حكينا لكم عن حلقة تريدس، واللي لو ركزتوا فيها هتلاقوا لوحة في الركن بتبين كلب من العصر الحجري ماسك قطة في ايده كان مصطدم، فده يثبت إن كان فيه قطط في بلوى على الأقل في الماضي. وبجانب القطط اكتشفنا كمان إن ممكن يكون فيه أبقار في بلوى، والدليل على كده موجود في حلقة كيدز. في الحلقة لما بلوى كانت ماشية جنب رف الأكل شفنا علب لبن متكومة على الرف وراها، ولو قربت من العلبة هتلاقي عليها رمز الضرع. وفي العالم الحقيقي رمز الضرع غالبا بيستخدم للدلالة على لبن البقر، يعني ببساطة ده معناه إن في أبقار في عالم بلوى، بس غالبا هم مجرد حيوانات مزرعة. الحلقة المفاجأة من بلوى خلت الكل يتناقش حوالين إذا كانت بلوى هتتجوز جان لوك ولا ماكنزي. طيب واحدة من الحلقات اللي فاتت كانت غالبا بتدينا تلميح عن اللي هيحصل بعد كده في الحلقات. لما بلوى وجان لوك تقابلوا باين عليهم إنهم متفاهمين جدا. في الحقيقة ممكن نقول كمان إن ده كان حب من أول نظرة. في البداية بلوى بتتحمس جدا وهي مع جان لوك، وكمان بلوى رسمت رسمة ليهم هما الاتنين، بس الموضوع ما انتهيش هنا. واضح ان الرسمة دي كانت مهمة جدا لبلوى لانها بتظهر في حلقات تانية، بيوروها لنا على الحيطة في واحدة من الحلقات، وكمان بنشوفها في حلقة العرض. يا ترى بلوى مستنية جان لوك يرجع عشان تديله الرسمة دي؟ نتمنى اننا نشوف لم شمل بلوى وجان لوك قريب. لو كنت تتفرج على بلوى من زمان هتعرف ان الكلب الطويل هو تفصيلة مخفية مشهورة في بلوى وظهر في كل حلقة لحد دلوقتي. بس الفكرة إن في بعض الحلقات الكلب الطويل بيظهر بطريقة ذكية جدا لدرجة إنه صعب تلاحظه. مثلا في حلقة وقت النوم بينجو كانت بتستكشف الكواكب في حلمها، وهنا نقدر نلاحظ الكلب الطويل بطريقة غير معتادة. بالضبط في اللحظة دي لو قربنا على النجوم هنلاحظ كوكبة، ولو وصلنا النجوم ببعض هتعمل شكل كلب طويل. بجد دي طريقة ذكية جدا لعرض الكلب الطويل، ولسه في أكتر من كده. زي ما احنا عارفين الكلب الطويل دايما بيظهر لوحده، بس ده مش الحال في حلقة دبل بيبي سيتر. في الحلقة دي رادو فيرسكي بيراعوا بلوى وبينجو، وفي آخر جزء من الحلقة لما رادو فيرسكي قاعدين في البلكونة بيتفرجوا على السما بالليل
نقدر نلاحظ وجود كلبين طوال في المشهد. دي يمكن أول مرة نشوف كلبين طوال مع بعض. في حلقة جدو عرفنا شوية أكتر عن طفولة تشيلي. في الحقيقة كانت بتلعب في نفس المكان ده وهي جرو صغير. لما تشيلي وبنتها بدأوا يتسابقوا عشان يلحقوا جدو على واحدة من الشجرات، بنشوف إن اسم تشيلي مكتوب على واحدة منهم، وعشان كده إحنا بنعتقد إن تشيلي كانت شقية برضو وهي في سن بلوى. وبنجو وطبعا قررت تسيب علامتها في المكان. في تفسيرة تانية جامدة بس اللي عندهم عين صقر زينا يقدروا يلاحظوها، وهي صورة تانية بس المرة دي في بيت عائلة هيلر. في حلقة الصندوق لو ركزت كويس في الحيطة ورا بينجو هتلاحظ إن في صورة لبينجو نفسها قدامها تورتة. الحلقة دي هي 10 من الموسم الثالث، بس الصورة اللي شفناها اتاخدت في عيد ميلاد بينجو اللي حصل في الحلقة 44 من الموسم الثاني. ومن الصورة باين إن التورتة اللي على شكل بطة واللي باندت عملها ما تستخدمتش كتير في حفلة بينجو. كتير من الناس ما يعرفوش، بس في إشارات كتير لبلوى جوا مسلسل بلوى نفسه. واحدة من الإشارات دي بتحصل في حلقة لعبة الهدوء، لما بنشوف كتاب بيعرض حلقة خفاش الفاكهة في شباك مكتبة باندت والبنات بيعدوا من قدامها. مرة تانية بنشوف إشارة لنفسهم جوا المسلسل في حلقة العرض والحكاية، لما بنشوف بلوى وبنجو مرسومين على صندوق كهرباء جنب الطريق. لكن الحاجة الأكثر إثارة للاهتمام هي إن نفس صندوق الكهرباء ده موجود في الحقيقة ومترسوم عليه بالضبط زي ما الحلقة عرضته. وفي حلقة الأطفال لقينا تفصيلة مثيرة جدا للاهتمام. وأثناء رحلة سريعة للسوبر ماركت لما باندت وبلوي كانوا معديين جنب قسم الألعاب، قدرنا نشوف لعبة في الخلفية، وعلى الغلاف نقدر نشوف كلب أزرق شبه بلوي. ومش بس كده، على الغلاف كمان بنشوف صورة بيت، ولو ركزت فيها كويس هتعرف إنها شبه بيت تاني جدا. أنا بتكلم عن بيت بلوي. فالسؤال هنا، يا ترى بلوي مشهورة قوي في عالمها؟ يمكن فعلا تكون كده. وبما أننا بنتكلم عن المشاهير، كنت تعرف إن والد وينتون مشهور جدا في عالم بلوي؟ دلوقتي أكيد كلكم فاكرين إننا بنكذب، بس احنا مش بنكذب، احنا بنقول كده عشان في حلقة الأفلام لما عائلة هيلر كانوا في السينما بنشوف بوستر فيلم في الخلفية، وفي البوستر بنشوف بطل الفيلم اللي شكله شبه كورنيليوس بالظبط. لو قارناهم جنب بعض هتفتكر إنه كورنيليوس بس بشنم، يعني كورنيليوس نجم سينما كبير انت شايفه. وبما اننا بنتكلم عن كورنيليوس، في حلقة محل التلفزيون بنشوف كورنيليوس وهو بيجي ياخد وينتون من المدرسة، وعلى الإزاز الخلفي لعربية كورنيليوس بنلاحظ فيه رسمة أو حاجة بس مش واضحة. بس بعدين في نفس الحلقة بنشوف عربيته تاني مركونة عند الصيدلية، وساعتها بنقدر نشوف الرسمة أوضح. وفي الرسمة بنلاحظ إن في طفل وراجل بيلر، وفي مكان شخصية تانية المفروض تكون موجودة، باين إن حد حاول يمسحها. التفصيلة دي بتلمح إن أهل وينتون كانوا مطلقين. وكمان كنت تعرف إن كورنيليوس قابل أم تيرير لأول مرة في نفس الحلقة؟ فدي كانت شوية تفاصيل صغيرة لاحظناها في بلوي، وزي ما دايما هنشوفكم في الفيديو الجاي.